هاي، اليوم بدنا نحضر سوا اورنج كيك. المكونات اللي عايزينهم هن 220 جرام طحين، نص ملعقة صغيرة ملح، نص ملعقة صغيرة صودا، بيضة، 200 جرام سكر، 120 جرام زبدة مشقفين، 120 مليلتر حليب، نص برش ليمونة، وربع كباية عصير ليمون. أما مكونات الآيسينج تبع الليمون 70 جرام سكر بودرة، ملعقتين عصير ليمون، نص برش ليمونة. أول شي منزيد البيكنج صودا والملح على الطحين، نحركهم ونخليهم على جنب. نخفق السكر والبيض بقلب الميكسر، لحتى تصير الخلطة خفيفة. منزيد فوقهم الزبدة منكمل خلط. هلأ منزيد المكونات السائلة، الحليب، عصيرة الليمون، برش الليمون، نرجع بنخلطهم. بدنا نزيد فوقهم المكونات الناشفة، نخلطهم كلهم مع بعض. هيك بنكون حضرنا خلطة الأورنج كيك. هلأ بدنا نحطها بقلب القالب. منرش القالب بالزيت، نسكب الخلطة بقلبها. هيك بنكون حضرنا الأورنج كيك. هلأ صار وقت نحطه بقلب الفرن على 180 درجة لمدة 3/4 ساعة. هلأ بدنا نحضر الآيسينج تبع الليمون. منحط السكر البودرة، ملعقتين ليمون، عصيرة الليمون، وبرش الليمون، منذوبهم. وهلأ بنسكب الآيسينج فوق الكيك. فيكن كمان تزينوا الكيك بقشرة الليمونة. أنا مغطستهم بالسكر. هيك بنكون حضرنا الأورنج كيك. إن شاء الله تكونوا حبيتوها. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتعملوا لي فولو على انستغرام ستيفز كيكس. باي.